السلام عليكم. الست اللي قدامك دي اسمها دراسيا بوينتي. كانت معروفة في الحي إنها أطيب ست في الدنيا، فاتحة بيتها للمسنين وخصوصا الحالات الصعبة الميؤوس منها، تقوي المشردين. بس محدش كان يعرف إن الجنينة اللي ورا البيت كانت بتخبي أسرار مرعبة. أنا رانيا ماضي ودي حكايتنا الجديدة على قناة حكايات براند. لو بتحب الغموض وقصص الجرايم الغريبة ركز معايا النهاردة، لأن اللي جاي مش مجرد قصة رعب. هحكي لك النهاردة حكاية صاحبة بيت الموت. وقبل ما أبدأ ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. الحكاية بدأت سنة 1988 في أمريكا، وتحديدا في ولاية كاليفورنيا، لما ألفريدو مونتايا، وهو شخص عنده إعاقة جسدية، ده غير إنه بيعاني من مرض الفصام، كان محتاج دور رعاية. وكانت مسؤولة عن حالة ألفريدو أخصائية اجتماعية اسمها جودي ماياس، كانت بتتابع حالته وبتدور له على مكان كويس يعيش فيه. وبسبب إن معظم دور الرعاية رفضوا يستقبلوا ألفريدو بسبب حالته النفسية، وقتها فكرت جودي تحوله على بيت دروسيا بوينتي. فهي ست عجوزة طيبة فاتحة بيتها كدار رعاية للمسنين اللي حالتهم صعبة زي حالة ألفريدو، واللي بيتم رفضهم من دور الرعاية. ده غير إنها بتستقبل المشردين كمان. مش بس كده، دي كمان كانت بترعاهم بنفسها. فلما اتعرضت عليها حالة ألفريدو وافقت على طول. ومش بس كده، دي كمان رحبت بيه جدا. ومشيت الأمور تمام، ولكن بعد شهر واحد يختفي تماما. اللي حصل إن الأخصائية المسؤولة عن الحالات كانت بتتصل بالدار اللي موجودين فيها كل فترة تطمن عليهم. فاتصلت الأخصائية جودي بدروسيا عشان تسأل عن ألفريدو اللي هي بعته الدار عندها من شهر، لكنها اتفاجئت برد دروسيا عليها لما قالت لها إنه سافر في أجازة عند ناس صحابه في المكسيك. بس الكلام ده ما كانش مقنع بالنسبة للأخصائية جودي. ليه؟ لأنها كانت عارفة تقريبا معظم تفاصيل حياته، وإنه ملهوش أي حد أصلا، يعني متأكدة إنه ملهوش أصحاب في المكسيك زي ما بتقول دروسيا. والأهم إنه ما يقدرش يسافر أصلا لوحده بسبب حالته الصحية والنفسية. فقررت جودي إنها تبلغ الشرطة عن اختفاء ألفريدو، مع إنها ما كانش عندها أي شك في الست العجوزة الطيبة دروسيا، لكن اللي فكرت فيه وقتها إنه هرب، والست خافت تقول كده. وفعلا الشرطة راحت على بيت دروسيا علشان يسألوا على ألفريدو، وردت عليهم بنفس الكلام، بإنه ساب البيت وسافر المكسيك لأصحابه. واللي أكد كلامها هو واحد من المسنين المقيمين عندها في البيت، فهو قال نفس الكلام اللي هي قالته للشرطة. ولكن قبل ما الشرطة تمشي، نفس الشخص اللي كان واقف بيكلمهم مع دورسيا قرب من واحد من المحققين وهو متوتر، ومن غير ما دورسيا تاخد بالها وهو بيسلم عليه اداله ورقة. ولما خرج المحقق من البيت وفتح الورقة عشان يقراها، لقى الورقة كان مكتوب فيها جملة واحدة، جملة قلبت القضية كلها: هي اللي بتجبرني على الكذب. فبدأ المحققين يعملوا معاينة للبيت من بره وهم ماشيين، ويكتشفوا إن جنينة البيت فيها آثار حفر جديد وفي أكتر من مكان. مشوا في هدوء، ولكنهم رجعوا مرة تانية، بس المرة دي جايين وجايبين معاهم أدوات ومعدات حفر. وطلب الضابط من دروسيا إنه يحفر في جنينة البيت، وهي رحبت بيهم وما اعترضتش على فكرة الحفر، وكمان عطتهم أدوات من عندها تساعدهم في الحفر، وسابتهم يحفروا. وطلعت هي في الدور اللي فوق تراقب الضباط وهم بيحفروا الجنينة. وطبعا إحساس رجال الشرطة كان صح، لأن فعلا في حاجة غلط في الجنينة. وهم بيحفروا تحصل الصدمة، يلاقوا بواقي عظم لنص جثة متحللة تماما. وطبعا دروسيا اتفاجئت من المنظر ده وكانت مصدومة جدا من اللي شافته. وخلينا أقولك إن محدش وقتها كان شاكك في إن دروسيا هي اللي ممكن تكون عملت كده، لأن مستحيل ست عجوزة في السن ده تقدر تقتل وتحفر وتدفن لوحدها. ده غير إن الجثة اللي طلعوها متحللة تماما، يعني ميتة من فترة كبيرة، وبالتالي مش هي جثة ألفريدو اللي هم أصلا جايين يدوروا عليه، لأنه مختفي من وقت قصير. والشرطة طلبت فريق دعم والمعمل الجنائي والطب الشرعي علشان يكملوا حفر ويفحصوا المكان كويس ويتعرفوا على الجثة دي.
ووقتها اتلم سكان الحي وعدد كبير من الصحفيين على المنظر الغريب اللي في بيت دروسيا، الست اللي معروفة بالطيبة. وفي وسط اللي بيحصل ده كله تطلب دروسيا اللي نزلت وكانت واقفة معاهم إنها تروح تشرب قهوة في كافيه قريب جنب البيت، لأن الموقف كله موترها وإنها حاسة إنها تعبت ومحتاجة تريح أعصابها شوية. وفعلا الضابط وافق وراحت دروسيا علشان تشرب القهوة بتاعتها. ولما الشرطة كانت بتكمل حفر لقوا جثة تانية متحللة، ويدوروا على دروسيا يكتشفوا إنها هربت من المكان أصلا، وهروبها ده يكون دليل على إن هي اللي قتلت الناس دي كلها. والشرطة وقتها قسمت نفسها جزئين، جزء يحاول يدور على دروسيا اللي اختفت تماما وده لازم يحصل في أسرع وقت، والجزء التاني يكمل عملية الحفر. ووسط كل ده يجي واحد من الناس اللي ساكنين في الحي وكانوا واقفين يتفرجوا يقرر يتدخل، وراح قال لواحد من الضباط إن دروسيا كانت بتطلب منه يحفر لها في الجنينة بحجة إنها بتدفن في الحفر دي القمامة والمخلفات بتاعت كبار السن اللي عندها. وبدأ الشخص ده يشاور للشرطة على الأماكن المختلفة اللي حفر فيها، والمفاجأة إنهم طلعوا 5 جثث تانيين من الأماكن اللي حددها لهم، واللي كان من ضمنهم جثة ألفريدو الشخص اللي هم بيدوروا عليه أصلا. وبكده بقت دروسيا بوينتي الست العجوزة الطيبة متهمة رسميا بقتل الناس دي كلها. ودروسيا كانت هربت من ولاية كاليفورنيا وراحت على ولاية تانية، راحت على لوس أنجلوس. ولكن وقتها الشرطة نشرت الخبر وصورها في الإعلام علشان لو حد اتعرف عليها، واتصنفت كأكتر الستات المجرمة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ولحسن حظها وهي في واحدة من البارات يشوفها شخص هناك ويعرف إن الست دي هي اللي الدنيا كلها مقلوبة عليها، وبسرعة بلغ الشرطة اللي وصلت المكان في دقايق وقبضوا عليها بالفعل علشان بعدها يكتشفوا كوارث. لكن قبل ما أقول لكم إيه الكوارث اللي اكتشفوها تعالوا ناخد نبذة سريعة عن حياتها. دروسيا اتولدت سنة 1929 في عيلة مضطربة، وأبوها وأمها كانوا مدمنين على الخمور، والأب كان دايما بيهدد بالانتحار قدام ولاده بالمسدس، والأم كانت بتشتغل عاملة، والاتنين ماتوا هي واخواتها في سن صغير. ودخلت دار رعاية أيتام وهناك اتعرضت للاعتداء، وهربت من الدار وبعدها اتجوزت وهي عندها 16 سنة. وبعد فترة جوزها مات، ولكنها اتجوزت أكتر من مرة وكلها كانت جوازات فاشلة. ويلا بينا نرجع للتحقيقات، لأن وقت التحقيقات اكتشفت الشرطة إن دروسيا كانت على قائمة المسجلين خطر، وإنها اتسجنت أكتر من مرة بسبب إنها عملت حاجات غير قانونية كتير زي تزوير الشيكات والسرقة وانتحال الشخصيات، وإنها ما كانتش فاتحة بيتها عشان تساعد المسنين وتراعيهم زي ما كانت بتبين للناس، دي كانت بتعمل كده عشان تسرق ضماناتهم الاجتماعية ومعاشاتهم. وإنها كانت بتقصد تستضيف عندها الحالات الصعبة بس، وده لأن الناس دي ما كانش بيبقى ليهم حد يسأل عليهم، مش لأنها طيبة زي ما كانت مبينة قدام الناس، ولكن علشان لما تخلص عليهم محدش يحس باختفائهم. ده غير إن ظهر أدلة جديدة باتهام دروسيا بجثث تانية ما كانوش مدفونين في البيت أصلا. أما الصدمة الحقيقية بقى هو إن دروسيا اللي كانت باينة قدام الناس كلها إنها ست عجوزة عندها 75 سنة كان عندها 59 سنة بس. كل اللي كانت بتعمله كان تمثيل، فكانت بتلبس هدوم قديمة وواسعة ونضارات كبيرة وبتصبغ شعرها بالكامل بالأبيض علشان تبان إنها كبيرة في السن، يعني واحدة عجوزة طيبة ومسالمة علشان محدش يشك فيها. وأغرب تصرف عملته مع كل اللي قتلتهم إن كل الجثث اللي لقوها مدفونة في البيت كانت من غير الراس، وكانت بتعمل كده عشان لو الموضوع اتكشف يبقى صعب عليهم يتعرفوا على صاحب الجثة. لكن الطب الشرعي في الآخر قدر يحدد هوية الناس دي، واللي وصل عددهم ل15 حالة، وقدر كمان يثبت إن الناس دي كلهم اتخدروا قبل قتلهم بنوع منوم واحد، والمنوم ده مش بيتصرف من غير روشتة، واللي كان كاتبه الدكتور ليها هي وكانت بتستخدمه في كل جرائمها. واتحكمت في 9 قضايا قتل وفضلت في السجن لحد ما ماتت فيه وهي عندها 82 سنة، ولكنها لحد ما ماتت في السجن كانت رافضة تماما تقول ازاي كانت بتنفذ الجرائم دي لوحدها، وازاي بجسمها الضعيف ده قدرت تشيل الضحايا وتقطعهم وتدفنهم، ولا حتى قالت فين المكان اللي كانت مخبية فيه رؤوس الضحايا اللي لحد النهاردة محدش يعرف مكانهم. وبكده تكون خلصت واحدة من أغرب القضايا في تاريخ أمريكا. أحيانا الخطر الحقيقي ما بيبقاش في الشكل المرعب، الخطر بيبقى في الشكل اللي يخليك تحس بالأمان. ودلوقتي دورك
تفتكر لو في ست زي دي قريبة منك كنت هتقدر تعرف إنها ممكن تعمل كده، ولا هتتخدع فيها زي كل اللي اتخدع في دروسيا؟ اكتب رأيك في التعليقات وهستنى أشوف رأيك. أنا رانيا ماضي، ودي كانت حلقتنا الجديدة من حكايات براند. لو عجبتك الحكاية ما تنساش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستناني في حكاية جديدة، حكاية هتكون أغرب ومليانة أسرار تشدك لآخر ثانية. السلام عليكم وأشوفكم على خير.